21 جنيه. يبقى بكام كده الكيلو؟ يطلع ب 3 جنيه 75. ماشي كده مش غالي؟ احنا كنا بنجيبه بجنيه ونص. لا انا اقول لك حاجه، لا 3 جنيه ونص. حضرتك عندك بطاقه تموين ولا كده اقل من 3 جنيه ونص. ده الرز بطاقه تموين عندك ونص. بطاقه تموين حضرتك؟ طيب يعني عليها سلع الرز ومكافي بناخد الزيت الرز والسكر. طيب ما السلع احنا عايزين الاساسيه متوفره. دي متوفره في التومين. احنا عايزين الحاجات التانية اللي بره. زي يعني عندك الخضار وعندك اللحمه وعندك الفراخ، كل دون كل دون مش محتاجات الناس. اللحمه طب خلي حضرتك معايا شويه. اللحمه بكام دلوقتي؟ اللحمه ب 40 جنيه يا دكتور. استنى بس استنى بس يا انهي لحمه؟ اللحمه اللي هنا دي بيبيعوها هنا، دي اللي هي بره دي ب 40. كويس. ماشي 40 ده سعر مناسب ولا حضرتك شايفاه مش مناسب؟ بالنسبه للناس على قد حالها مش مناسب. لا احنا على يعني عيله هتجيب كيلو لحمه ب 40 جنيه وبقيه الخضار. خلينا نسال سؤال تاني. ماشي اتفضل. واحنا دعمنا للمواطن على 3 محاور. كويس. اول محور بطاقه التموين. حلو دي ماشي. فيها سلع اساسيه اللي هو الزيت والسكر والرز بس. والرز والمكرونه. يعني رز لا ومكرونه. المكرونه لا رز ومكرونه. فدي السلع اللي موجوده على البطاقه. كويس. وجزء تاني من مسانده المواطنين المجمعات اللي احنا فيها النهارده دي. حلو. بالعروض دي اما حضرتك تاخد كيلو الرز بحوالي اقل من 3 جنيه ونص، 3 جنيه تقريبا و40 قرش على السعر ده. ارخص من السوبر ماركت بره. حضرتك شايفاه ايه 3 جنيه و40 قرش كيلو الرز؟ انا ما بتكلمش يعني انا ممكن اقدر اشتري الرز ده كده، في غيري ما يقدرش. طيب حضرتك ما احنا انت تشوف برضو اللي هو اقل برضو. انت ما تبصش اللي هو يقدر يدخل يشتري الحاجه دي. في ناس تانية ما تقدرش. يعني مثلا هتجيب كيلو رز بكام؟ طب ما ليه 3 جنيه او 2 ونص. ما ليه الرز بتاع التموين؟